امنت بيك يا رب. ايران اللي عندها الحرب اللي بتضرب وبتنضرب من امريكا واسرائيل وعليها حرب شامله، زودت الرواتب للناس عندها 60%. يعني لو كنت بتقبض 10000 جنيه دلوقتي بتاخد 16000 جنيه. دي البلد اللي عندها حرب اللي بيحاربوا. احنا بقى ليه الاسعار تزيد عندنا؟ ليه البنزين يزيد؟ ليه الدنيا كلها تغلى؟ عايز تعرف ليه؟ اسمع الفيديو ده. مصر البلد الغنية بمواردها وبشعبها بتعتمد على الإعانات والمساعدات، ده أمر غير مقبول. سمعت الفيديو ده؟ طب اسمع بقى الفيديو ده بعد ما المعلم قال الكلام ده قبل كده. شوفوا، احنا ما عندناش ثروات، وانا بقول لكم كلكم مصر البلد الغنية بمواردها عشان ما حدش يتوهم ان في الدوله المصريه ثروات. عرفت العيب فين؟ عرفت ليه الاسعار بتزيد؟ العيب هنا في المنظومه، في الدماغ، في اللي مدورها، اللي ماشيه بنظام الكتيبه، اللي مش عايز يسمع لحد، اللي مش عايز يسمع للناس الفاهمه. حبس الشيوخ، المثقفين، الاقتصاديين، السياسيين، حبس اي بني ادم ممكن يصلح البلد دهية، حبس اي بني ادم ممكن يقول كلمه. والنطع الكذاب لسه من يومين بيقول لك اللي عنده حل يجي يقوله لنا. حل ايه يا ابن الكذابه؟ انت حابس نص البلد جوه. عرفتوا ليه الرواتب ممكن تزيد في ايران 60% وما يحصلش عندهم اي ازمات والناس تاكل وتشرب وتتعالج وامورهم زي الفل؟ ليه؟ علشان الدماغ اللي مدورها عنده اراده، اللي مدورها مش عايز يفلقس، مش عايز يعيش على المعونات، اللي مدورها مش عايز يعيش تحت رحمه امريكا ورحمه اسرائيل، اللي مدورها ناس رجاله فعلا، ناس بتحب بلدها. سواء بقى اختلفنا معاهم عقديا شيعه سنه، انا ماليش دعوه بالكلام ده. انا ليا دعوه بواحد بيدير بلده معايش شعبه ازاي. ده اللي ليا دلوقتي. وبعد كل ده مستغربين ليه بنقول للناس اسحبوا فلوسكم؟ احنا بنقول لهم يابا اسحبوا فلوسكم، مش عايزين نضر البلد. احنا بنقول لهم يا جدعان دي عقليه اللي بيحكم. واحد كان بيقول كده: مصر البلد الغنية بمواردها وبشعبها بتعتمد على الإعانات والمساعدات، ده أمر غير مقبول. ودلوقتي بقى بيقول كده. شوفوا، احنا ما عندناش ثروات، وانا بقول لكم كلكم. واحد مش عارف هو بيعمل ايه، واحد مش عارف هو في اي مكان، واحد مش عارف اصلا مقدرات وخيرات البلد اللي هو بيحكمها. هيحكم الشعب ده ازاي؟ هيدورها ازاي؟ فانا بقول له يا معلم، ده واخدك كده هيلبسك في الحيط انت وعيالك وكل الفلوس اللي انت محوشها بالجنيه. يا ابن الحلال يا حاج، روح الحق فلوسك ما تبقى من قيمتها. انت تقلق يا حاج لو انا بعرس وبقول لك لا والله الدنيا تبقى جميله ما تخافش سيب فلوسك، كده تعرف اني منافق، كده تعرف اني كذاب. انا بقول لك روح الحق فلوسك. ما بنقول لكمش دمروا ولا خربوا البلد، ده انا بقول لك الحق نفسك، علشان هو اللي بيخربها ومدمرها كده هو ملبسها في الحيط. فالحل ان انت تلحق ما تبقى من فلوسك لغايه ما هو يغور في 60 داهيه. الامور هتتعدل بعدها صدقوني. اول ما هو يغور في 60 داهيه الناس ثقتها هترجع في البلد تاني، الناس هترجع تتعامل عادي مع البنوك، الناس هترجع تتعامل بالجنيه المصري، الناس هتبقى عندها نفس تبني بلدها وهتحس ان هي مشاركه فيها. انما الحمار ده البغل ده لما حد بيقول له حاجه يقول له انت دارس الكلام ده، لما حد بيقول له حاجه بيحبسه. باني اصول رئاسيه وباني عاصمه اداريه وعايش في عز ما كانش يحلم بيه هو ولا عياله ولا عيلته المعفنه دهيت، والشعب اكتر من 60% عايش تحت خط الفقر. اكيد عمرك ما هتحس ان الدوله ولا البلد دي بلدك، ولا هتحس انك جزء منها. عشان كده بنقول لك الحق فلوسك دلوقتي، انقذ ما تبقى من فلوسك وما تستطيع انقاذه من فلوسك بالجنيه المصري، حوله لذهب، حطه في اي اصل يحفظ قيمته. ما بنقولكش ابعت فلوس بره والهبل بتاعهم ده وبتاع مسلسلاتهم. والحق ده قالوا في المسلسل كذا، مسلسل ايه يا عبيط يالا انت؟ اخر عليكم على المسلسلات كلهم، انتوا لسه عايشين في غيبوبه. ينعل ابو دماغ المتحده اللي مدوراكم ومشغلاكم شويه شمامين، شويه العيال عب. البلد بتغرق يقول لك راس الحمار وراس الافعى. الناس راحت في 60 داهيه بسببكم يا اغبياء يا اغبياء يا جدعان. كله يروح يلحق فلوسه. فلوسك اللي بالجنيه قيمتها بتقل كل يوم عن التاني. ليه؟ عشان الحمار اللي مدورها ده. اديكم شفتوا الامثله، ايران عامله ازاي وقت الحرب، واحنا عاملين ازاي وقت الحرب، مع اننا مالناش دعوه بالحرب، احنا اصلا ما بنحاربش. فتخيل بقى لو حاربنا. ده يشرح لك العقليه اللي مدوراها ماشيه ازاي. الحق فلوسك يا حاج، الحقوا فلوسكم يا جدعان، بدل ما تيجوا تندموا بعد كده وتقولوا يا ريت اللي جرى مكان. مع السلامه.